لو لسه ما جربتيش السمك بالطريقه دي اوعدك ان انت فايتك كتير، لان الطريقه دي خلتني ابطل بقى قلي وابطل بهدله في البيت، لانها سهله قوي بتطلع طعمه انت مش متخيله ازاي. فاول حاجه هعمل تتبيله السمك: فصين توم كبار، احط عليهم معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه شطه وشويه خل، وابتدي بقى اتبل بيهم كده السمك من جوه. ابتدي بقى اعمل تتبيله تانية، دي اللي هفرشها بقى في الصينيه وهتبل بيها السمك من فوق. فاول حاجه هجيب طماطم متقطعه، وعندي فلفل اخضر وفلفل اصفر، جزر مبشور، بصلايه حلقات، احط عليهم بقى خل، ملح، ثوم مفروم، معلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه. معلش بقى ثانيه واحده، لازم يتعمل كده عشان كل الخضار يتبل كويس. الصينيه بقى هجيبها هدهن بس كده الارضيه برشه زيت، وابتدي بقى احط من الخلطه اللي احنا عملناها في الارضيه، ابتدي افرش لها كده، وبعد كده بقى ارص السمك فوقيها وانزل عليها بقى من فوق بقيه الخلطه اللي احنا عاملينها، ورشه زيت كمان من فوق، وهدخلها فرن سخن هتاخد حوالي ربع ساعه، وهوريها لكم بقى لما تجهز. هعمل كده كمان فتحات في السمك عشان التتبيله تدخل فيه بشكل كويس ويستوي اسرع، وادخل كده التتبيله جوه. صينيه سمك بجد ما اخدتش ربع ساعه، بعمل جنبيها شويه رز صياديه حلوين كده وبألف هنا.